محكمة فرانكفورت بألمانيا أصدرت حكم بالسجن المؤبد على الطبيب السوري علاء موسى اللي دخل التاريخ من باب الجريمة. المحكمة اشتغلت على القضية لأكثر من 3 سنوات وسمعت شهادة أكثر من 50 شخص من الضحايا، وبالنهاية قررت المحكمة أنه علاء ما راح يطلع من السجن بنوب حتى بعد مرور 15 سنة، لأنه مجرم خطير ومخبي ورا مهنته الإنسانية وجه بشع مليان تعذيب وقتل. علاء كان يشتغل كطبيب كيوت بأحد المشافي الألمانية قبل ما ينكشف أمره من خلال فيلم وثائقي عملته قناة الجزيرة ودير شبيغل الألمانية تحت اسم البحث عن جلادي الأسد. واحد من الضحايا اتعرف على علاء بالصدفة وتم توقيفه وهو مناوب بالمستشفى بالليل. التهم الموجهة لعلاء يا سادة جرائم مرعبة وبشعة كانت خلال شغله كطبيب بالمستشفى العسكري بدمشق وحمص، وهذا الكلام بين 2011 و2012، منها حرق معتقلين، حقن مرضى بمواد سامة، سكب مواد حارقة على أعضاء تناسلية لطفل، وتسبب علاء بوفاة 9 مرضى على الأقل. طيب ليش ما تحاكم بسوريا مثلا؟ الجواب بسيط، ألمانيا عندها قانون اسمه الولاية القضائية العالمية، وبيسمح لها أنه تحاكم أي شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية إذا بلد هالشخص عاجز عن هاي المحاكمة. يعني ببساطة لما سوريا ما بتحاسب العدالة بتجي من برا. هيك محاكمات لمواطنين سوريين بالخارج رح يعطي الحكومة السورية الجديدة الدافع للإسراع في محاكمات لناس مثل علاء وأبشع، وما رح يكون في حصانة لأي مجرم مهما كانت رتبته أو صفته. صحيح إنه محاكمة علاء ما رح ترجع اللي راحوا، بس بترد اعتبارهم وبترفع صوت الناجين وبتقول لكل مجرم ما في مهرب من العدالة، لا جوات البلد ولا براته. وسلام.